السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي في قناتكم قديم وجديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة معايا زي ما قريته في العنوان الكشري المصري على طريقتي بكل خطواته وأسراره، هتشوفيه معايا. يلا بينا نشوف الطريقة. معايا هنا العدس اللي بجبته، اللي هو العدس الأصفر وبس له قشرة. بجيبه وبغسله كويس قوي وبننقعه شوية في المية، يعني نص ساعة كده. وعلى النار التانية حلة فيها مية علشان أسلق المكرونة بتاعتي. بحط في المية دي الملح، وبعدين بحط فيها المكرونة. بجيب المكرونة المقصوصة صغيرة وبحط معاها شوية من المكرونة الاسباجيتي، بقطعها 3 حتت، ما بحطش الكيس كله، شوية بس. وممكن المكرونة تحطيها قبل ما المية تغلي في الأول خالص، وممكن تحطيها بعد ما المية تغلي، والطريقتين صح وبيطلعوا المكرونة مظبوطة وحلوة. بنسيبها بقى تستوي على النار براحتها، ونروح نعمل البصل بتاعنا. معانا هنا البصل بتاعنا متقطع شرايح أو جوانح زي ما انت شايفة، أو جوليان زي ما بيقولوا. وبنحط عليه معلقة ملح ومعلقة سكر، وبنقلبه كويس أوي، بنفرده عن بعضه. بنخلي الجوانح دي متفردة عن بعضها، بنفككها من بعضها كده، نحاول نفككها كلها، نفردها. وبنسيبه شوية كده 15 دقايق. وبعد ما بيتدبل شوية وبينزل ميته، خلي بالك لازم تصفيه كويس قوي من المية، وما تحطهوش في الزيت والزيت سخن، يعني يا دوبك مش سخن قوي علشان ما يطرطش على البوتاجاز، او بسبب المية اللي بتنزل من الملح والسكر. وبعد ما بيتحمر معاكي بالمنظر ده، بتحطيه في مصفى ضروري علشان يفضل واخد هوا وينشف معاكي زي ما انت شايفة كده. بنجيب بقى حلة وبنحط فيها مكان الزيت اللي احنا قلينا فيه البصل، وده سر من أسرار الطعامة اللي بيبقى فيها الكشري. بنجيب شوية من الزيت اللي احنا قلينا فيه البصل، وبنحط فيه توابل كزبرة مطحونة، كمون مطحون، وشوية فلفل صغيرين كده على قد الكمية اللي عندنا. وده برضو سر تاني من أسرار طعامة الكشري المصري بتاعنا، ان احنا بنحط معاه التوابل، ما بنسيبهوش سادة كده. بنحط شوية ملح كمان. وبنجيب بقى المكرونة بتاعتنا اللي سلقت، اللي صنفناها في المصفى، وبنروح مدين لها تشويحة وتحميرة كده مع التوابل اللي ريحتها جميلة جدا جدا. بعد ما سخناها على النار، بنسيبها كده تتشوح بقى. وبنشوف العدس بتاعنا، اسمه عدس بجبته. العدس اللي بجبته ده بقى حطيناه على نار هادية جدا جدا لحد ما شرب المية واستوى بقى زي الفل معانا كده. بنصفيه كويس قوي برضو من المية، وبنسيبه يتصفى كويس قوي في المصفى. وبعد كده بنجيبه واحنا بقى بنحمر المكرونة، بنروح حاطين ايه العدس عليها، وبرضو بنشوحه تشويحة مع المكرونة. فاضل لنا كده ايه بقى في الكشري المصري؟ فاضل لنا الرز بالشعرية. الرز بالشعرية ده يا اما تعمليه في نفس اليوم، يا اما نصيحة مني بتكوني عاملة قبلها طبخة معاها رز بالشعرية، تعملي كمية حلوة كده وتفوضي منها شوية للكشري المصري اللي انت عاملة حسابك تعمليه تاني يوم. ده هيوفر لك وقت وجهد كبير جدا. وممكن تعمليه بقى حبة كده على القد لشوية الكشري اللي انت عاملاه. بعد كده بنعمل ايه؟ بنعمل الصلصة بتاع الكشري زي ما انت شايفة قدامك كده، تومة مفرومة. بجيبها وبجيب برضو الزيت اللي احنا كنا قاليين في البصل وبحطه عليها. بحط معاه شوية توابل، برضو ده سر من أسراري، اللي هي الكزبرة المطحونة والكمون. وما بحطش فلفل هنا بقى، هو بس الثوم والكزبرة والكمون معايا في الصوص بتاع او الصلصة بتاع الكشري. ومعانا الزيت بتاع البصل ده برضو تكاية كده من ايه من اسرار الكشري المصري. بتديلهم تشويحة كده مع بعض، وبعدين بنحط الصلصة بتاعتنا اللي احنا عاملينها قبل كده مع بعض.
ولو ما عندكيش الصلصة جاهزة بتعملي طبعا الطماطم بتعمليها في الخلاط وتصفيها وتحطيها عادي مع التوابل وتسيبيها تتسبك لحد ما توصل للمرحلة اللي انت شايفاها معاكي دي. وبكده يبقى عملنا الصلصة بتاعتنا. بحط معاها قرن فلفل حراق لو ما بعملش الشطة لوحدها، لو انت عايزة تحطي شطة بتحطي. انا بحط فلفل حار من اللي هو الاحمر، بقسمه نصين وبحطه بيديني حرارة جامدة جدا. هنا فاضل لي مين بقى؟ فاضل لي الدقة. بجيب الثوم المفروم الناعم بتاعي، بحط عليه شوية ملح وشوية خل. اتأخر معانا الملح، ايوه شوية ملح وشوية خل، وبعدين بنقلب كويس كده. وبجيب مية بتغلي وبحط عليها. في ناس بتحط مع الدقة كزبرة وكمون، انا حطهم مع الصلصة، عايزة تحطيهم مع الدقة حطيهم. يبقى كده الصلصة معانا جهزت اهي، ومعايا الفلفل اللي انا قلتلك عليه اهو اللي انا حاطاه ده، بيخليها لي حرة جدا، يعني يعني حلوة معقولة، مش زي الشطة اللي هي المغلية يعني. بجيب بقى طبقي اللي انا غرفته الجميل قوي ده، بحط طبعا المكرونة اللي احنا عملناها مع العدس بجبته مع الرز، كله شوحناه مع بعض، حطيناه في الطبق معانا وحطينا عليه رشة البصل. معانا بقى مجتنا الكبيرة قوي دي اللي احنا حاطين في الدقة واللي احنا حاطين في الصوص بتاعنا او صلصة الكشري بتاعتنا الحارة الحلوة الجميلة دي. بنحط بقى الاول التوم بتاعنا كده بالخل، وادي رشة حلوة شوية حلوين كده، وبعدين احط بقى الصلصة بتاعتنا، وبكده يبقى الطبق معانا جاهز. ولو عندك حمص الشام ممكن تحطي منه لو بتحبيه معاه. وخلاص طبقنا جاهز وبألف هنا وشفا. لو عجبتكم طريقتي ادعولي دعوة حلوة ليا ولأولادي بصلاح الحال، وادعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة، ما تنسوش، وكمان فعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.